السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وأتم صحة. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة والفانيليا اللي هي كيكة الماربل. هنعملها بطريقة حلوة وسهلة، مش هتاخد معانا وقت ولا مجهود، ومقاديرنا مقادير عادية واقتصادية خالص. أي حد ممكن يدخل المطبخ ويعمل الكيكة دي لأن هي سهلة أوي. لو كمان بنت في إعدادي فهتقدر إن هي تعملها بمنتهى السهولة. تابعوا معايا الفيديو للآخر. لو انتوا لسه أول مرة تشوفوني، أنا اسمي فريدة. اعملوا لايك واشتراك ويلا بينا على طول نبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة هبتدي بيها هي تبطين الصينية اللي هحط فيها خليط الكيك. عندي هنا مسحة خفيفة كده من الزيت هدهن بيها الصينية بتاعتي، الجوانب وكمان القاع بتاع الصينية. وبعد ما ادهنها كده بالزيت مسحة خفيفة، مش عايزة زيت يكون كتير، هنزل عندي فيها بمعلقتين كبار من الدقيق، وهبدأ ان انا احرك الدقيق جوه الصينية واديله كده تخبطين لحد ما احس ان الدقيق غطى الصينية بتاعتي كلها من جوه القاع والجوانب. والدقيق الزيادة هضغط عليه كده، هديها خبطتين على مثلا طبق لحد ما انزل كل الدقيق الزيادة. ومهم ان الزيت ما يبقاش كتير، عشان لو الزيت بتاعكم كتير هيبقى فيه طبقة دقيق كبيرة. تمام، تعالوا بينا بقى المقادير الكيك. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، يعني كانوا بالجرام 250 جرام، وعليهم معلقتين كبار من نشا الذرة كانوا 40 جرام، عليهم معلقة ونص كبيرة من البيكنج باودر، يعني اللي هو الباكت اللي 16 جرام، وذرة كده صغيرة من الملح. وهقلب المكونات الجافة دي كده مع بعضها. ومعايا هنا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وهنزل عليهم بكوباية من السكر كانوا 220 جرام، وعليهم نص كوباية من الزيت كانوا تقريبا 130 جرام. وكمان نزلت عندي بمعلقة كبيرة من السمنة، يعني هي اختيارية ليكم يا جماعة، مش حابين ان انتوا تحطوا سمنة مفيش مشكلة، بس هي بتدي طعم كده مختلف شوية. وهنزل هنا عندي ب3 باكت من الفانيليا، كل بيضة ليها باكت من الفانيليا. تمام، لو انتوا هتستعملوا اللي هي الفانيليا السايلة فتقدروا ان انتوا تحطوا نقطتين 3، ده على حسب نوع الفانيليا. هي بتبقى على فكرة اغلب الفانيليا السايلة الموجودة بتبقى قوية، في حاجة بسيطة منها بتشيل زفارة البيض. تمام كده، هضرب المكونات دي كلها بالهاند بلندر كده او الخلاط او المضرب الكهربائي، يعني المتاح عندكم. انا ضربت بالهاند بلندر بس عشان هو الحاجه كده قدام عيني، وعاوزه ان هو يكون سهل معايا في الغسيل. سواء انتوا استعملتوا ايه في الخفق، اخفقوا او اضربوه كويس قوي عشان السكر يدوب معانا، ما يبقاش لسه فيه حبيبات خالص. السكر لو لسه فيه منه حبيبات فده بيخلي الكيكه بتاعتنا بعد التسويه تكون منقطه اسود كده، او منقطه غامق يعني من جوه. تمام، ده بيكون بسبب السكر، او ان وش الكيكه عندنا يكون زي الملزق. ده بسبب برضو ان السكر بدأ ان هو يدوب جوه الفرن، فعمل اللي هو التلزيق ده. خلاص، نزلت عليهم بقى بكوباية من الحليب، يعني كانوا 200 جرام. هضرب بقى الحليب مع باقي المكونات كده زي ما انتم شايفين لحد لما ينعم كده وكل حاجة تدخل في بعضها ويكون خليط واحد. وهنا بقى انا هوقف خفق، وبكده الخليط السائل يكون جاهز. المواد الجافة اللي انا حضرتها في اول الفيديو معاكم هنزل بيها كده في الخليط السائل، يعني انا نزلت بنص كمية الدقيق او يمكن 3/4، وهقلب بس شوية. وبعد كده هضيف الجزء التاني زي ما انتم شايفين كده، هحرك في اتجاه واحد واتاكد ان كل حاجه بتدوب معايا. يعني انا مش عايزه يبقى الدقيق فيه كتل ولا اي حاجه. عاوزه اقول لكم برضو ان في الاول خالص بره الكاميرا انا كنت اصلا نخله الدقيق بتاعي. تمام، زي ما انتم شفتوا كده قوام الكيك عامل ازاي. انا بقى البوله التانية هقسم فيها نص كميه الخليط ده، يعني الخليط ده هحط يعني هقسمه على 2. تمام، انا قسمته هنا على جزئين، جزء طبعا اللي هحط فيه الشوكولاته، والجزء التاني اللي هو هيكون بالفانيليا السائله. الجزء بقى اللي انا هحط فيه شوكولاته انا هنزل فيه بمعلقه كبيره ونص من الكاكاو الخام الغير محلى، وهنخلهم. ده مهم جدا في الكاكاو لانه بيبقى فيه كتل كده مدوره ما بتدوبش لو حطيناه من غير نخل. تمام، وهنزل عندي بمعلقتين
كبار كده من الحليب، لان هحتاج حليب عشان الكاكاو ده كأني بزود دقيق زيادة. تمام كده، وهقلب كويس جدا لحد ما الكاكاو يدوب في مكونات الكيك ويكون كلها بني مش كافيه. هبدأ بقى انزل الاول بشوية كده من كيك الفانيليا وعليه شوية من كيك الشوكولاتة. حطوا بالطريقة اللي انتوا حابينها، عاوزين تحطوا كده زي ما انا بحط، عايزين تحطوا بالمعلقة، معلقة جنب معلقة، يعني معلقة بني جنب معلقة بيضة جنب معلقة بني جنب، وهكذا لحد لما تخلصوا الكمية. دي حاجة ترجع لكم. يعني انا في الاول بدأت ان انا اعمل رقات، بس الموضوع كان متعب قوي، وبعد كده بدأت ان انا احط اجزاء كده يعني متفرقة شوية بني. المهم ان هو يكون بني على شوكولاتة، يعني ما تحطوش كمية كبيرة من الشوكولاتة على بعضها وفوقيها كمية مثلا كبيرة من ال الابيض على بعضها. تمام، حاولوا ان انتوا توزعوها كويس. هديها خبطتين بقى على سطح الرخامة، وبالخلة كده هبدأ ان انا ازجزج كده في الكيك، اخلط بس كده حاجة بسيطة. تمام، ما بعملش زيادة عن اللازم، لان انا عاوزة الشوكولاتة يكون طبقاتها باينة والكيك البيضة تكون طبقاتها باينة. وهدخلها الفرن بقى بدرجة حرارة 200، فرن ساخن قبلها بربع ساعة، وبدخلها في رف اوسط، بتاخد تقريبا من نص ساعة ل40 دقيقة على حسب حرارة الفرن. بتخرج من الفرن بغطيها كده بفوطة مدة بس 10 دقايق عشان تحتفظ بطراوتها، ما تنشفش معانا بعد مثلا اخر اليوم او كده. طيب لما بتاخد اللون الذهبي من الجناب ورفعت كده ومظبوطه، بفتح عليها الشوايه تاخد لون الذهبي من فوق. وممكن على فكره ما تحتاجوش خالص ان انتوا تفتحوا الشوايه بتاعتكم، ممكن من سخونيه الفرن لونها كده يحمر زي ما انتوا شايفين، وده اللي حصل معايا انا. تمام، وهبدا ان انا اسلك بس الجوانب كده عشان انا عاوزه اقلب الكيكه زي ما هي في الطبق بتاع التقديم. شايفين بقى الكيك وسمكه عامل ازاي؟ شايفين ارتفاعها شاهق ازاي كده وحلو؟ وعاوزه اقول لكم ان هو ربع كيلو دي يعني 250 جرام، كوبايتين مش حاجه. عملت لنا كيكه تكفي كل العيله وعيله العيله كمان. بجد حلوه قوي. ريحتها بقى انا مش هقول لكم عليه ولا طعمها، يعني ماسك كده، اللي بيحب كيكه الشوكولاته هيلاقي طعم الشوكولاته، واللي بيحب كيكه الفانيليا هيلاقي كيكه الفانيليا. ده او ده موجود معانا. شايفين طراوتها عامله ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك، حلوه قوي. والاهم من ده ان ارتفاعها ما هبطتش بعد ما طلعت من الفرن ولا اي حاجه. المهم ان الكيكه يكون الفرن بتاعنا ساخن درجه حراره 200، قبلها بربع ساعة او 10 دقايق بس يا جماعة. يعني مش عايزة الفرن يسخن وقت طويل قوي عشان الكيكة ما ترتفعش بسرعة وترجع بعد ما تخرج من الفرن تهبط. تمام كده، انا عاوزاها تستوي في الفرن واحدة واحدة، مش مستعجلين عليها. وبقطعها بقى بعد كده على طول بالطريقة اللي انتوا حابينها، مثلثات، مربعات، يعني شوفوا انتوا حابين ايه واعملوه. شايفين بقى الكيكة عاملة ازاي من جوه؟ شايفين ارتفاعها؟ وشايفين طبقات الكيك الفانيليا مع الشوكولاتة؟ كل طبقة فيهم زهرة كده مش طاغية على التانية ومظبوطة قوي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ الطعم كان نفسي بجد يكون في تقنية توريكوا قد ايه الطعم جميل. شايفين بقى لما بضغط عليها ما بتضغطش كده، يعني بترجع تاني ومش مكتومة ولا اي حاجة. كيكة سهلة واقتصادية وهشة، وزي ما قلت لكم ان هي ما شاء الله حجمها كبير وبتكفي العيله، وتقدروا تعملوها في صينيه اكبر من كده بحيث ان يكون ارتفاعها اقل شويه. دي ارتفاعها كان عالي قوي يا جماعه، وكانت بجد زي كيكه زمان، رهيبه، جنب كوبايه شاي او كوبايه نسكافيه في الجو التلج اللي احنا فيه ده. بس الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى من كل قلبي النهارده الوصفه دي تكون عجبتكم. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش في القناه، ضروري لازم تشتركوا قبل اي حد. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.